صباح الفل والورد والياسمين. صباح كله بركة وخير إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا لو انتوا جديدة في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نقول أي حاجة انزلي بقى حط اللايك. النهاردة بقى اليوم بصراحة كله خير. أنا النهاردة كنت مستمتعة قوي وأنا بعمل الفيديو. أنا كان جايلي شوية طلبات كده. بوريكم ازازة الزيت دي بقت ثروة نادرة دلوقتي. كنت جايبه شويه طلبات، بالاضافه كمان كنت جايبه حاجات وتجهيزات وحاجات قلت اعمل. احنا بصوا بنتلكك ان احنا نحس ان رمضان داخل. انا بمنتهى الامانه احلى ايام عندي بتبقى ايام رمضان. اولا بيبقى فيها خير ما تفهميش هو بيجي منين. بيبقى فيه بركه. حاجات بصراحه حلوه قوي. الحاجة بقى حبيت ان انا ابدأ بيها اليوم ان انا استف الرخامة عندي خالص وكل حاجة عينها مكانها. طبعا عشان تستفي الحاجات دي الضلفة بتاعة الخزين هتستفيها وكمان التلاجة. مسكت بقى التلاجة كده مسحت الرفوف كلها وحطيت كل حاجة. لو في خضار قديم ببقى اطلعه اصفيه برضو وكل حاجة واحط برضو الجديد الاول وبعدين احط بقى ايه اللي عندي على الوش كده عشان اسحب منه الاول. ظبطت التلاجة بتاعتي ونضفتها قلت بقى ايه استف الحاجات دي. طبعا الغلا اللي الناس بقت فيه ده طبعا يعني شيء مش محتاج كلام. إيه الحاجة اللي انت كنت بتجيبيها كتير؟ انا كنت بجيب مكرونات البتاع دي كانت بتبقى متروسة. طبعا بسبب الغلا انت بتمشي امورك بحيث ان انت ما تظلميش نفسك على قد اللي موجود. رضا قوي. كيفي امورك على الوضع اللي انت فيه، مش اصل انت هتعملي ايه. هنا برضو بقى حطيت المكرونه مكانها. انا بحب اول منظمات عندي يعني. بحب ان انا كل حاجه مش تبقى محطوطه بقى، لا كل حاجه لها العلبه بتاعتها بحيث ان تبقى الضلفه على طول عندي متنظمه. همسح بقى العلبه بتاعه السكر وهبدا ان انا ارص فيها السكر بتاعي. حاجه حاجه كده هعملها بحيث ان انا احس ان انا دنيتي رايقه وانا بشتغل. حطيت السكر بتاعي وغطيت العلبة بتاعته. حاجات العلب المنظمات دي كلها كنت جايباها بصراحة كان في عروض فروحت جبتها جت معايا بأسعار حلوة قوي. دي برضو العلبة بتاعت الملح. مسحتها برضو وهحطها. هعينها بقى وهشوف برضو لسه انا هعمل ايه. طبعا بقى المكان بتاع الزيت ده همسحه وارص الزيت ومعاه السمنة ومعاه الخل. هرص بقى الحاجة دي كلها وهبدأ بقى اطلع العلب اللي انا ايه جايباها برضو للدقيق والحاجات دي. طبعا ما تستغربوش من كمية العلب. انا ببقى ايه احط مثلا لسان العصفور في علبة. كمان يعني هنا مثلا كان عندي دقيق وكده كنت عجنت وكانت بقى شوية دول هضيفهم بقى على الدقيق. وهمسح العلبة وعينها. كمان العلبة التانية دي بتاعت اللهم صل على النبي الشعرية. والعلبة التالتة بتاعت لسان العصفور هفضي بقى كل كيس في مكانه. انا عملت ايه بقى؟ تعالوا ما احكي لكم كده عما اخلص اللي انا بعمله ده. انا حبيت ان انا بصراحه اجيب طماطم واخزنها يعني على دخلة رمضان. ليه بقى؟ لان الطماطم بتبقى تغلى شويه. يعني في اوقات بيبقى الطماطم ممكن الكيلو الواحد ب10 جنيه او ممكن بتعدي كمان. فانا قلت خليني في المضمون اليومين دول الطماطم رخيصه. اما اجيب لي شويه حلوين كده واخزنهم وعينهم. يعني ايه بقى بصوا انا ما رحت ظلمت نفسي مره واحده وقلت لجوزي انا عايزه اشتري كميه طماطم. لا والله انا بقالي فتره بلم حاجه في حاجه مش هقول لك كميه كبيره. ان انا اروح مره واحده السوق انزل اشتري شويه طماطم حلوين كده ان انا ايه افرزهم لرمضان. بصي ما ترهقيش نفسك في حاجه. واحده واحده. حطي حاجه مثلا انت عايزه دلوقتي انا عايزه اخزن مثلا طماطم. خلاص تمام احط في دماغي بقى الطماطم عشان ان انا اخزنها الم لها واروح اجيب. عايزه البسله برضو نفس النظام. مش تقولي بقى انا عايزه اجيب بسله وطماطم وعايزه وعايزه وعايزه. حاجه حاجه وواحده واحده. وما تظلميش برضو جوزك لان هي اصلا الدنيا ظلماهم يعني بصراحه لوحدها. فانت ممكن تعملي وتخزني وتملي الفريزر بتاعك في حاجات بره مصروف البيت. يعني مثلا وفري حاولي ان انت توفري 10 في 20 هتلاقيكي يعني يومين 3 كده ولا اسبوع ولا 10 ايام لمتي حاجة. خدي اللي انت لمتيه ده وروحي هاتي بيه حاجة. ما تظلميش نفسك. انا عملت كده ورحت جبت الطماطم. الطماطم بقى اللي انا جبتها ديت هو مفروض ان السبت على بعضه بيتباع بمبلغ. بس السبت بيبقى بقى بصوا تشكيلة الخضرة بقى واللي مش حلوة واللي فيها حاجة. يعني فاهمة انت ممكن تصفصفي السبت دوت على ربع السبت هو اللي حلو. انا قلت لا. مسكت بقى كده نقيتها واحدة واحدة. بحيث ان انا يعني ممكن من ان انا مثلا الموضوع يزيد معايا 10 او 15 جنيه او 20 جنيه. بس الحاجة كلها هتبقى نظيفة وحلوة. مش هرمي منها حاجة يعني. انت مش كده بتصرفي في الفاضي، لا انا لميتها نقيتها واحدة واحدة بحيث ان انا مفيش حاجة ارميها.
وفعلا ده اللي حصل. وجبت معاها بقى فلفله حمراء عشان تحمرها وتخليها جميله. هي الفلفله دي مش حراقه، انا بس حطيت قرنين بس حراقين، لكن الفلفله الخضراء دي الحمراء دي كلها مفيش فيهم حاجه حراقه، ديت بس هتديني لون مش اكتر. مسكت بقى حطيتهم في البتاع اللي هو الاطباق ديت، وقلت خلص بقى ايه اغسل الفاكهه. كمان عندي برتقان عايزه برضو اعين منه، لان بصراحه حسيت ان هو حلو، فقلت اعين منه برضو شويه. لان انت لو سبت ده كله، انا وولادي وجوزي يعني عددنا قليل، فالكميه دي كلها يعني على ما نخلصها هيكون فيها حاجات كتير، إيه يعني خلاص ما عادتش حلوه. فلا، طب ما احنا مثلا اسيب لي الاكل وبرضو اعين شويه، هحتاجهم في وقت تاني. شبت بقى ده بصراحة أنا مش فاهمة، يعني أنا مش فاهمة إيه حكاية جوزي كل لما يخرج يجيب لي شبت ويجي. أنا بتهيألي أنا قعدت بنضف الشبت وأقطع الشبت أكتر ما بطبخ أصلا. همسك بقى الشبت اللي هو جايبولي ده كله. أنا والله العظيم أنا حاسة إن المشهد متكرر، يعني هو من بالظبط من قيمة 4 5 أيام جايب لي نفس المنظر. يعني هو أنا بطبخ شبت بس ولا إيه؟ همسك بقى الشبت طبعا انضفه. خدي بالك الشبت لما بيكون طازه وبتنضفيه على طول وبتقطعيه على طول، ما بتلاقيش فيه حاجه يعني فاسده كتير، فبيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل قوي. همسك برضو اديله شطفه الاول. انا بديله شطفه الاول عشان بقى لو في طينه ولا حاجه تنقعيه حتى في ميه نظيفه. شايفين حتى الميه بقى لونها عامل ازاي؟ كده بقى تيجي تنقعيه تلاقي ميته نظيفه وحلوه. طبعا اي حاجه هتتبهدل معايا او مش هتبقى نظيفه هغسلها اول باول، علشان انا عندي شغل كتير النهارده ولازم اكون منظمه. عشان انا لو مش منظمه الدنيا هتلاقيها صعبه قوي. طبعا انا كنت مرتاحه ليه بقى؟ عندي بقى انا كنت عامله محشي والحمام اللي انتوا شايفينه وفراخ. انا عندي بقى اكل من ايه من امبارح، فكنت بقى بصراحه بشتغل ومزاجي رايق. ليه؟ هو يعتبر الطبيخ او ان انت تطبخي هو ده اللي بياخد وقت معاك، لكن بقى لان الوقت كنت في الوقت ده بشتغل وخلاص، هما جعانين في اي وقت هطلع اسخن الاكل اللي عندي. خلاص كده بقى طبعا نقعت الشبت في ميه نظيفه، وهمسك بقى ايه اعصر عليه ليمونه واحطه في جنبي يتنقع شويه عشان اصفيه، عشان لازم ينشف قبل ما ابدا فيه. هبدأ بقى في ايه بقى؟ في ست الكل الطماطم. هي كمية بصراحة بهدلتني شوية، وكانت الكمية كبيرة عليا لوحدي، ان انا طبعا مسكت بقى طماطماية طماطماية غسلتها. لازم طبعا تغسيل الحاجات دي نضيف جدا، عشان لو في رمل او في اي حاجة. لا النظافة حلوة. يعني انا والله مسكت واحدة واحدة تحت الحنفية غسلتها كويس، ودي بقى كانت الجزء التاني، وحطيتهم على الصينية هغسلهم كويس جدا. وبعد كده بقى هبدأ ان انا امسك اقطعهم. هو يعني كان المفروض ان انا الموضوع ده ان انا كنت بادئه فيها مثلا العصر، لا هو لو انت الصبح هيبقى افضل بكتير، لان انا برضو يعني ما كانش في دماغي ان انا هسويها هتقعد فتره شويه. فانا فضلت سهرانه معاها على ما سويتها، لان انتوا عارفين انا بحب قوي الحاجه تستوى على نار هاديه. ما بحبش ان انا اعلي النار على الحاجه تشيط مني من تحت وكده، لا احب اشغل النار هاديه، اوري بالغطا عليها واسيبها بقى مع نفسها. خدي بالك احلى تسويه لفراخ للحوم لاي حاجه لغايه الطماطم من امبارح. عشان كده انا عملتها والله، لا بهدلت لي البوتاجاز ولا بهدلت الدنيا ولا بهدلت اي حاجه خالص. هبدأ بقى طبعا اقطع كل ده علشان ابدأ ان انا اضربها بقى في الخلاط. الطماطم دي انا هصفيها، مش هحطها من غير ما اصفيها. انا اللي ما بصفوهوش المحشي بس، لكن اي طماطم سواء خضار او مكرونه او اي حاجه لازم بصفي الطماطم. هقطع بقى الكميه دي كلها. فانا قطعتها وانا واقفه لقيت رجلي ما عادش حاسه بيها، قلت لا انا هضربها بقى واصفيها وانا قاعده. فرشت خلقه في الطرقه. وقمت قايله لا خلاص، خدت بقى الحاجه بتاعتي وجبت بقى الخلاط قدامي، وقلت بقى توكلي واعتمدي عليك يا رب. قعدت، وبصراحه احلى فكره انا عملتها، لان كنت فعلا هتبهدل جدا لو انا كنت فضلت واقفه. لان برضو انا كنت بقيت بين الفتره والتانية اريح الخلاط شويه برضو عشان الخلاط يعني ما بهدلوش وكده. فبقيت اريح الخلاط كل شويه. مسكت بقى ضربتها كلها وصفتها. طبعا عشان انها تتصفى سهل اضربي كويس في الخلاط. انا بقى هقول لكم على تكه انا عملتها. الطماطم لما اتقطعت كده نزلت ميتها، فانا ما خدتش الميه دي خالص. الميه دي انا ما قربتش منها، انا بقيت اخد بس ايه الطماطم. كمان لما وانا بضرب ما كنتش بنزل العصير كله، كنت بسيب شويه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، عشان يسهل لي الضرب في الخلاط، عشان ما اضطرش ان انا احط ميه عشان الخلاط يشتغل تاني. فانا كده السوائل في الطماطم ما كانتش كتيره، هي بهدلتني شويه وانا بصفيها. بس بصوا بقى كانت تحفه وهي بتتسبك ما بهدل يعني. فعلا فعلا حسيت انها تقيله. شايفين بقى هي تقيله ازاي؟ لان ما فيهاش سوائل كتير، ما فيهاش ميه كتير، فاتسبكت بقى بسهوله خالص. طبعا دي الكميه بعد ما صفيتها كلها.
مسكت بقى صفيت كل حاجه، حطيت بقى، انا جيت كده في النظر قلت لا هما اقل من 3 حلل ما ينفعش لان هي كميه كبيره شويه، فجهزت لها 3 حلل. حطيت بقى شويه زيت بقى ايه في التلاتة، وبدات بقى ان انا ايه اعبي الصلصه كلها. طبعا جبت شفشق نضيف حلو كده، وبدات حسيت بقى ان هو هيغرق لي الدنيا، لا انا بحب اشتغل بنظام شويه، جبت طبق تحت منه عشان لا اوقع ولا حاجه، وبدات بقى ان انا املي الحلل عندي كلها. الموضوع والله ما كانش صعب ولا حاجة، انت طول ما انت منظمة، طول ما انت مظبطة امورك، كل حاجة سهلة. انا عملت الطماطم ديت يعتبر من ما فيش، انا قلت لكم قبل كده في فيديو ان انا يعني بدأت ان انا احوش حاجات لرمضان، مش بمبالغ بقى، انا اقف لجوزي انا عايزه كذا وعايزه اعمل وعايزه اعمل، لا واحده واحده. زايد عندك برتقان، خدي برتقانتين 3 عينيهم في الفريزر. زايد عندك شويه فراوله، خدي شويه عينيهم. انا عملت كده مع المانجا برضو، كان كل ما يجيب لي مانجا اقوم واخده 2 3 كده عيناهم. واحده واحده بتلاقيكي ظبطت دنيتك، ظبطت امورك. احنا بنعمل كده ليه؟ لان في رمضان يا دوبك تقدري تكلفي على اللحوم اللي انت هتشتريها، لان الاسعار طبعا زادت، ما عادش زي زمان. زمان ما كانش ممكن نعمل كده لان كان كل حاجه سهله وكل حاجه متوفره، لكن دلوقتي الموضوع صعب ومش عارفين الوضع برضو هيفضل على كده لحد امتى. فانتي بقى ظبطي دنيتك على قد ما تقدري، فرصه اليومين دولت. هاتي طماطم، الطماطم رخيصه لان هي هترجع تغلى تاني. فانت اما تجيبي والله العظيم بقى الطماطم رخيصه، انت ما هتسحبي على قد ما تقدري. الطماطم غاليه يبقى انت انقذت نفسك، يا دوبك تجيبي الطماطم على قد السلطه بس، لان طبعا يوميا في رمضان لازم بنعمل سلطه. هنا بقى الشبت خلاص كنت صفيته، واحطه بقى في فوطه عشان ينشف خالص، لان الشبت ده انا عندي طبعا في التلاجة، في فريزر التلاجة كتير. فقلت خلاص بقى ده انا هظبطه، واعينه بقى في الفريزر التاني، بحيث ان هو ايه انا كده كده مش مش محتاجاه. انا عندي شبت بصراحه، يعني انا مش عارفه، انا حاسه ان انا يعني هورد لبره لبلاد بره تقريبا شبت او حاجه، مش فاهمه. ده بقى خلاص شايفين بقى كده اللي شغلت بقى النار عليهم، وكل شويه ادخل اقلب. بالنسبه لشويه الطماطم اللي كانوا لسه باقي، الصلصه اللي كانت لسه باقيه ديت، كان كل ما ما الحله عندي بتهدى شويه برجع ازودها، برجع ازودها لغايه ما الكميه كلها خدت ال3 حلل، يعني هما ال3 حلل اتملوا، وكان باقي شويه بس. طبعا انتوا عارفين ان لما بتتسبك بتهدى شويه، فكنت بقى بزود الحلل. طبعا غسلت كل الاطباق، فردت بقى، فرشت فوطه كده كبيره، وغسلت كل حاجه، الصواني والحاجات اللي انا استخدمتها كلها، وجبت بقى الخلاط كده، قعدت ابني كده على رواقه وقلت لهم مسحولي، بسم الله ما شاء الله والله مسحولي مسحه 10 على 10. خلاص كده، يعني شوفوا ما بانش حاجه، يعني كل حاجه الوقت نضفنا مطرحنا اهو. لقيته بقى كان جايب لي قلقاس، قلت ايه اما ايه بالمره وانا واقفه اقطعه واعينه. الحاجه في التلاجة بخاف لا يحصل لها حاجه، فانت بدل ما تركني الحاجه، لا انا مسكت قطعته ونضفته وظبطته، وهبدا بقى ان انا احطه في اكياس واعينه برضو في الفريزر، اليوم اللي انا احتاجه فيه اطلعه فيه. فالعمليه والله مش محتاجه يا جماعه، هي بس إيه اداره البيت او ان انت تدبري امورك او حياتك، هي عايزه فن شويه، عايزه تفكير، عايزه منك مجهود شويه ان انت تعرفي انت هتعملي ايه. انما في احنا ماشيين في ده صعب ان انت تمشي الدنيا كده هباء زي زمان، لا ما ينفعش، لازم تدبري امورك شويه. همسك بقى اقطع بقى القلقاس ده كله واعينه في كيسين، وادي كيسين وتعانوا، فاهمه؟ هتحتاجيهم هتلاقيهم، مفيش حاجه اسمها مش هتلاقيهم. برضو اليومين دول عايزين نجيب السبانخ، حلوه قوي بصراحه، مفيده كمان جدا لاولادنا، برضو عايزه اجيبها. بس السبانخ والحاجات دي انا بعينها، يعني انا بغسلها وبقطعها وبعينها خضره. الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش تتعان مطبوخه لانها بتتاكسد، فلازم الحاجه تتعان زي ما هي كده، طلعيها بقى اطبخها براحتك. هقطع بقى طبعا وهظبط الاكياس بتاعتي وايه وهعمل. عارفين انتوا بقى شغلانه بتمشي شغلانه، طبعا لازم بقى اقص الاكياس من فوق، ده ماما يعني، ماما لو شفت الكيس كده بحاله يعني ممكن همسك بقى الاكياس، طبعا هي اللي معلمانا كل ده. كل ده انا ما اتعلمتوش لوحدي، هي انا كنت بشوفها بتعمل كده فانا عملت زيها، ربنا يديها الصحه يا رب، هي طبعا المدرسه بتاعتنا اللي بتعلمنا كل حاجه. مسكت بقى شويه برتقان من البرتقان الكتير ده، لان ده طبعا كتير علينا، على ما يعدي الاسبوع هلاقي كتير من البرتقان ده فرقع، فقلت لا خساره. مسكت بقى شويه، قلت عنه. خدوا بالكم بقى، انا عايزه اقول لكم ان عصير البرتقان في رمضان بيرد الروح. والله انا لما كنت السنه اللي فاتت كنت اعمل عصير البرتقان، انا كنت اما اشربه خلاص انا كده ارتويت وشبعت وكل حاجه، لا حلو قوي. احسن بقى، عارفين انتوا بقى من اللي هو العصاير بقى اللي هي الحبيبات بقى، اللي هي الجاهزة والحاجات دي، لا طبعا ما فيش احسن من الحاجة الطبيعية، انضف بكتير.
خلاص كده. القشر بقى ده انتوا زمانكم بتقولوا انا لما ليه، القشر ده انا ما رضيتش ارميه، ده بقى مع سمكه وانتي بتغسليها حط حته، مع فراخ مع اي حاجه بيدي ريحه حلوه قوي. فده بقى هقطعه واظبطه واحطه في جنب بقى ايه في التلاجة، يعني تحت ايدي ان انا لما احتاجه اطلع منه على طول. الحاجه دي هعينها. وكده بقى شايفين الصلصه كانت لسه بتتسبك، يعني في الوقت ده كانت خلاص بس لسه. شايفين ما نقصتش كتير ليه؟ لان هي ما شاء الله ما كانش في ميه كتير. هي بدأت تتقل بس برضو لسه انا عايزاها تتقل اكتر من كده. مغطيه الحله ومهديه عليها النار براحتها خالص، تخلص اللي هي عايزاه براحتها، مش مستعجله عليها ولا حاجه. كده خلاص عندي بقى سايباها تتسبك براحتها، او انا سهرت معاها شويه، يعني هي خلصت تقريبا الساعه 1 بالليل، بس على نار هاديه، انا ما عليتش عليها النار خالص، سبتها على نار هاديه لما خلصت براحتها. وبصراحه يعني عملت ايه بقى، غطيتها بالغطا خالص، وظبطت المنبه على الساعه 3:30 بحيث انها تكون بردت خالص، عشان ان انا اقوم اكيسها في الاكياس. ليه بقى؟ طبعا ما ينفعش احطها في الكيس وهي سخنه، وبرضه ما حبيتش ان انا اسيبها للصبح، فظبطت المنبه بصراحه، قمت بقى كده قبل الفجر علشان ان انا ايه اعين. ده بقى الشبت اللي انا هعينه، مسكت برضو خرطته، بحب اوي اخرط الشبت صغنن، بيبقى احلى بكتير من انك تخرطيه كبير وكده. همسك برضو اخرط بقى الكميه دي كلها، واجيب علبتين حلوين، انا مش عايزه احطه في اكياس، مش عارفه، انا بحس الشبت لما بتحط في اكياس ما اعرفش ما بحبوش بصراحه، لما بتحط في العلب احسن بكتير. خلاص العلب دي خلاص، وبرضه هعينها هي كمان. الوقت بقى كنا الساعة تقريبا 3 الفجر، يعني انا قمت بقى قلت لا اقوم اخلص الصلصة بتاعتي. صحيت بقى، عملت ايه بقى علشان ان انا ما بهدلش الدنيا وانا بعبي الحاجة دي في الاكياس. جبت العلبة دي تقريبا هي المعيار بتاع، شايفين بقى سمك الطماطم عامل ازاي. طبعا ان انا ما خدتش المية بتاعتها دي فادتني جدا، ان انا عملتها على نار هادية. مسكت بقى العلبة دي كانت المعيار بتاعي، املاها وافضها في الكيس، هي كده بالنسبه لي حلوه قوي. عندي كميه مثلا او هعمل حاجات كتير عادي ممكن اطلع كيسين، عندي كده كفايه، حلوه قوي رضا، يعني انا بالنسبه لي دي حلوه كده قوي. هعمل بقى الاكياس كلها بقى بالشكل ده، طبعا انا بقول لكم انا بحطها في الفريزر بالشكل ده، عشان كده انا بربط من فوق، انا مش عايزه الكيس يبقى صعب عما يفك، لا انا عايزه الكيس يبقى مفروض شويه. هكمل بقى الكمية بتاعتي، بس بصراحة سمك الطماطم عندي كان حلو جدا بجد، كان سمكها حلو. طبعا بقى انا لما كانت الصلصة بتتسبك لغاية الساعة 1:30، انا قعدت اسلي نفسي بقى. والله استفدت، يعني استفدت في ايه؟ كان عندي هدوم كتير طبقتها وعندها، نظفت الدلبة بتاعتي كلها، الضلف بالمرة كده مشيت ايدي فيها، قلت اتسلى لحسن انا بقيت خايفة ادخل انام تروح عليا نومة والبوتاجاز شغال. فقلت لا خلاص انا هسلي نفسي، اعمل ايه؟ اشتغل في اي حاجه. والله وكان عندي شويه هدوم كمان، قلت بالمره اغسلهم وانشرهم، فالموضوع كان مربح بصراحه. طبعا دي بقى الحله التانية، شوفوا كل الطماطم سمك واحد، يعني كلها ما شاء الله تقيله ولا حلوه. طبعا حطيت ملح، ما تنسيش، لا حطيت لها ملح، مش انك بقى ما تحطيش ملح. شايفين بقى الفلفله الحمراء عطيها تاتش حلو قوي. القرنين الحراقين عاطين لها سنه بسيطه كده. حتى بنتي كانت بتقولي يا ماما انت حاطه لها بهارات، قلت لها والله ولا اي حاجه، هو ملح بس، بس كانت حلوه. هكمل بقى الكميه كلها. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، طبعا انتظروني بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى بس ان انتوا تكونوا بتستفادوا مني ولو حاجه بسيطه. بحبكم في الله، ما تنسينيش بقى بالاشتراك واللايك. مع السلامه.